مساء الخير. تعالوا نشوف ازاي نستلم شغل الكهرباء عندنا في الشقه وازاي وزعنا شغل الاناره. اول حاجه هنا السبوتات، اخترنا سبوتات كلها اضاءه ورم. نقينا السبوتات بتاعتنا انها تكون مخفيه، تكون غطسه جوه الجبسون بورد، كلها بتكون على مسافات بعيده عن الجلسه بتاعتك، بتكون موجوده في ممر الحركه بتاعك. عملنا ماجنتيك لاين ده ركبنا فيه اضاءه سبوتات موجهه على البانوهات على اللوح، كل الاضاءه كلها ورم. عملنا ليد بروفايل وعملنا اضاءه مخفيه على الستاره على بيت نور بحيث ان يدي اضاءه هاديه جدا. ركبنا لوحه كهرباء، اللوحه دي 36 خط، اللوحه دي معموله عموله، حاطين فيها جهاز حمايه خاص، والجهاز ده بيقول لك فيه كام فازه، كل فازه شايله احمال قد ايه، عشان في ناس كتير بتقابلها مشكله وتقول انها مركبه عداد ثلاثي والعداد مش متوزع صح، فلما يجي يشغل تكييفاته او حاجته في الشقه بيقابله مشكله ان التكييفات بتفصل. فالمشكله دي هتكون حاجه من الاثنين، يا اول حاجه عندك يا ان العداد ده قدرته 100 امبير وان العداد ده انت مش فاتحه، فلازم تروح شركه الكهرباء تقول له افتح لي العداد، عايز اتعاقد على قدره 100 امبير، هيحل لك المشكله دي. او ان انت تكون مش مركب جهاز الحمايه والفازات مش متوزعه صح. بالاضافه ان احنا ركبنا هنا معانا حاجه اسمها بير ارضي. البير الارضي ده بتركبه امان عشان خاطر لا قدر الله لو حصل تسريب في الكهرباء او اي حاجه. طيب ازاي استلم من الكهربائي بتاعي شغل الكهرباء في البرايز والحاجات دي كلها واللقم اللي عندي؟ احنا هنا جايبين جهاز اسمه سوكت تيستر. الجهاز ده جاي من بره، بتحط في اي فيشه عندك بيظهر لك هنا نقطتين، النقطتين دول معناهم كوريكت. لو ظهرت نقطه واحده في النص هي اللي منوره معناها اوبن نيوترال، لو مفيش ولا نقطه ظهرت معناها اوبن لايف، يعني الارضي اللايف شغال بتاعها، العمومي شغال، وهكذا. يبقى كده انا بتاكد كويس جدا ان انا استلمت من الكهربائي بتاعي كل شغلي مظبوط في الكهرباء ومفيش اي غلطه موجوده ورايا. كمان ما تنساش ان انت تعمل كل الوشوش بتاعتك لينجراند ده مواصفات فرنسيه او اتحاد اوروبي، حاجه جميله جدا ونظيفه جدا ضد الكسر. وما تنساش وانت شغال في اي حمام تعمل ووتر بروف، مهم جدا عشان يحمي من الكهرباء لا قدر الله. وتعالى اقول لك كمان ان هنا كل السخانات كلها بتكون هي والتكييفات سلك 6 مللي، الاناره 3 مللي، البرايز 4 مللي، وكله بيكون سويدي مواصفات عاليه. شكرا.